تعمل ايه لو حصل تسريب في الغاز؟ اول خطوه لازم تعملها انك تلبس كمامه او اي حاجه تمنع وصول ريحه الغاز ليك. ودلوقتي بقى لازم تكون عارف كويس جدا ان اي خطوه مش محسوبه هتعملها للاسف ممكن تسبب كارثه كبيره جدا، فلازم تفكر كويس قبل ما تاخد اي خطوه. ودلوقتي بقى اول حاجه لازم تعملها هي انك تفتح كل ابواب وشبابيك الشقه عشان يتخفف كميه الغاز اللي موجوده في الهواء. وبعد كده حاول تعرف مكان تسريب الغاز منين بالظبط، ولو عندك غاز طبيعي اقفل المحبس بتاعه فورا وتاكد ان كل عيون البوتاجاز مقفوله. وبلاش وانت بتتحرك تكون حركتك سريعه وبشكل مفاجئ، يعني لازم تكون عارف ان ابسط شراره او تفاعل ممكن يسبب حريقه كبيره جدا، فحاول تخلي حركتك تكون بشكل بطيء. ولو في اي نار موجوده في المكان اطفيها فورا، ولو حتى نار سيجاره شغاله. وما تفكرش انك تفتح او تقفل نور او تدوس على اي زرار، او حتى تفكر انك تفتح الشفاط، لان من الممكن بسببه يحصل شراره بسيطه تسبب في كارثه. واول ما تبدا ريحه الغاز انها تقل في تركيزها اقفل محبس الانبوبه لو عندك باستخدام قماشه مبلوله وانقلها لمكان يكون جيد التهويه. بس لازم نعمل الخطوه دي